ماذا لو أخبرتك أن البطل الأسطوري أرطغرل الذي نعرفه جميعا كقائد لا يهزم كان يخفي سرا غامضا طوال حياته؟ سر لو كشف لغير كل ما نعرفه عن تاريخ الإمبراطورية العثمانية. هل تعلم أن أرطغرل كان على وشك التخلي عن كل شيء قبل أن يبدأ مسيرته؟ نعم، لقد مر بلحظة يأس كادت أن تنهي أحلامه قبل أن تبدأ. في هذه الحلقة سنكشف عن الجانب المظلم من حياة أرطغرل والسر الذي أخفاه عن الجميع حتى وفاته. هل أنت مستعد؟ فلنبدأ في حكايات عثمانية. تابعنا ودعمنا باشتراك. أرطغرل ذلك الرجل الذي أصبح أسطورة لم يكن دائما البطل الذي نتخيله في بداية حياته. كان مجرد راع بسيط يعيش في ظل قبيلة قاي يحلم بمستقبل أفضل لأسرته. لكن هل تعلم أن أرطغرل كان على وشك التخلي عن كل أحلامه؟ ففي إحدى الليالي وبعد سلسلة من الهزائم والانتكاسات جلس أرطغرل وحيدا تحت ظل شجرة يفكر في الاستسلام. لكن هنا يأتي السر الغامض. في تلك الليلة رأى أرطغرل حلما غريبا، حلما غير مجرى حياته إلى الأبد. رأى في منامه هلالا يخرج من صدره وينتشر نوره في كل اتجاه، وكأنه إشارة إلى أن مستقبلا عظيما ينتظره. هذا الحلم كان بمثابة الشرارة التي أشعلت بداخله العزيمة والإصرار. ومنذ تلك الليلة قرر أرطغرل ألا يستسلم أبدا، وأن يواصل الكفاح حتى يحقق ما كان يؤمن به. لكن السؤال الذي يبقى، هل كان هذا الحلم مجرد صدفة أم أنه كان جزءا من خطة أكبر، خطة قادت أرطغرل ليصبح الأب الروحي للإمبراطورية العثمانية؟ أعلم أنك قد شاهدت هذا المشهد في عثمان، وأنه نسب إلى ابن أرطغرل عثمان، لكن في الحقيقة وكما يروى كان هذا الحلم ينسب إلى أرطغرل ليس إلى ابنه. وهكذا نكتشف أن هذا البطل الذي لا يقهر كان إنسانا مثلنا، مر بلحظات ضعف ويأس، لكنه اختار أن يقف مرة أخرى ويواصل الكفاح. القصة لم تنتهي هنا. في الحلقات القادمة سنكشف المزيد من الأسرار الغامضة عن أرطغرل وعن الإمبراطورية العثمانية. فهل تعلم أن أرطغرل كان لديه خصما سريا كاد أن يقضي عليه قبل أن يبدأ مسيرته؟ لا تفوت الحلقة القادمة من حكايات عثمانية، حيث سنكشف عن الخصم الذي كاد أن يغير مصير أرطغرل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. شاركنا في التعليقات. ما هو السر الذي تريد أن نكشفه في الحلقات القادمة؟ وإلى اللقاء في حلقة قادمة.